يحبسهم. فلما كانت على دور الأخوة بالهيئة داهم أبو دالية، لأنه حسم الخطر الموجود بأبو دالية هو أكبر خطر بالمنطقة الشرقية. طبعا لما داهمت الهيئة قرية أبو دالية داهمتها من عدة محاور، ومنها قرية أم الخلاخيل، وكانت النقاط القوية من قرية أم الخلاخيل فكانت في قرى فيها ثوار، فكانت النقطة القريبة من أم الخلاخيل. طبعا وبعد الهجوم أخذت الهيئة الحمد لله أخذت أبو دالية والقرى المحيطة بها اللي تابعة للنظام، لكن بسبة أحمد الدرويش عنده مجموعات وعنده نفوذ قوي بالنظام، رجع النظام داهم القرى ورجع أخذ أبو دالية والقرى المحيطة بها. طبعا وبعدها كلكم تعرفون أن النظام داهم المناطق ووصل لسراجب وإدلب، ونزحنا بهالفترة هاي هنا تقريبا شي 9 سنين. طبعا بهالفترة 9 سنين هاي استلم أحمد الدرويش وفواز الدرويش ودهام شلاش، استلمم هاي المناطق القرى هي قرانا الشرقية، ومنها قرية أم الخلاخيل. طبعا وأقوى قرية كانت موجودة هي قرية أم الخلاخيل، كان فيها تقريبا 17,000 شجرة زيتون وفستق حلبي وجباب مية وعمار أغلبها ماهدها الطيران. طبعا ولأنه أحمد الدرويش كان منتقم على هاي القرية قرية أم الخلاخيل، فأخذ هاي القرية وسيطر عليها سيطرة كاملة، وجاب تقريبا 15,000 راس غنم وحطها بهاي القرية، ومنع أي إنسان يدخل عليها أو يفوت إلا بإذنه وعلمه. طبعا وبعث رسائل كثيرة لوجهاء القرية إنه هاي القرية تحرمت عليكم وكل القرى بالأيام، لأنه حاط بباله إنه النظام يسيطر على باقي إدلب. فبعث رسالة لوجهاء القرية إنه كل الناس تعاود بالأيام على قراها إلا أنتم قرية أم الخلاخيل ممنوع حدا يرجع، وراح نهد هاي البيوت ونعملها إن شاء الله كلها أرض زراعية ونبيعها للناس اللي تجي إن شاء الله.